طيب الكاتب المسرحي الاستاذ ماجد عبده، يمكن انت لك مثلا حلم انه المسرح يبقى عليه روايه لها قيمه. طبعا. اه. طبعا، هو انا هقول لحضرتك احنا اتربينا على روايات، المسرح والقديم. الروايات اللي كان بيعملها عبد المنعم مدبولي، فؤاد المهندس، وحتى يعني قبلهم نجيب الريحاني الى اخره. مم. اتربينا على الروايات دي وخدنا منها قيم جميله، وكنا بنستمتع وبنضحك وبناخد كل القيم اللي احنا عايزينها من استمتاع وضحك فن حقيقي. مم. النهارده انت لما بتخش رغم انه ده المسرح، على فكره كان مسرح خاص. رغم ان ده كان مسرح اه. خاص، مم. مم. النهارده انت بتخش المسرح سواء كان مسرح خاص او مسرح دولة. انا اسف، حتى مسرح الدولة ما بيقدمش حاجة. النهارده احنا يعني حاجة جديدة. يعني انا بشوف مسرح الدولة بياخد الحاجات القديمة، برضو روايات قديمة مسرح الدولة وبيعملها. طب مم. ليه ما عندنا احنا مبدعين عاملين روايات في منتهى الجمال والقوة؟ ليه ما نعملش الحاجات دي؟ واحيانا عرض مسرحيات سبق انتاجها يعني بالظبط وعرضها يعني. بالظبط، روايات قديمه يعني. مم. الاستاذ محمد صبحي حتى لما جه عمل الثلاثيه بتاعت لعبه الست وسكه مم. السلامه، دي حاجات قديمه. هل مفيش روايات موجوده دلوقتي؟ يعني الدكتور خالد بيتكلم عن روايه من اروع الروايات اللي موجوده. مم. انا دلوقتي بقرا حاجه اسمها كابتشينو الاستاذ سيد حافظ. مم. كابتشينو دي واحدة من سباعية. هو كتب قهوة سادة وكتب نسكافيه ودلوقتي كابتشينو، ولسه بيكتب في شاي بالياسمين، وهيكمل سباعية في سباعية. بس ما يدخلش على الشيشه بقى. هو هيدخل على الشيشه. سباعية، لا والله دي فكرة كويسة الشيشة. فالنهارده في واحد زي الاستاذ. انا دايما يعني بشعر ان انا وانا بقول له الاستاذ فقط فهي تحمل كل المعاني. مم. فالاستاذ سيد حافظ اللي هو الاستاذ يعني، انا بشوف بس انت على ان فكره نقلته كده الاثنين، لان اه الاستاذ مجردا بتطلق على اثنين: مم. العقاد ايوه. ومحمد حسن الهيكل. لا، يعني انا بالنسبه لي اعجابي الشديد انا وفد بكتابات. الهوى انت عارف. اعجابي الشديد بهذا الرجل جعلني حتى اقول الاستاذ بدون اه طبعا راجل يعني لن يستحق اتحمل. يعني. يستحق. مم. وتاريخه حافل. مم. النهارده يعني ما شفنالهوش روايات معموله في السينما، ما شفنالهوش، مع انه واخد جائزه المسرح في السبعينات. يعني مم. واخد جائزه اولى في المسرح في السبعينات. مم. النهارده فين الروايات؟ وفين حاجه زي الدكتور خالد بيقولها، ليه ما تتعملش فيلم او تتعمل روايه في المسرح مم. وتبقى حاجه عظيمه؟ فين مسرح الدوله؟ ما بيقدم القديم. طب والجديد يا جماعه؟ يعني المبدعين الجدد، مش الجدد بقى، اللي هم يعني قدام بس ما اتعمل لهمش حاجه. يعني مم. الناس دي تستنى دورها. يعني هو طبعا دور الدولة زي ما قلنا يمكن في بداية البرنامج اللي هو الارتفاع بالذوق الأدبي والثقافي. وحضرتك يمكن ذكرت مثلا الأستاذ محمد صبحي. يمكن الأستاذ محمد صبحي طبعا مسرح خاص لا خلاف، طبعا. إنما في قيمة أدبية وفنية عالية في المسرحيات بتاع محمد صبحي ورسالة معينة. الله عليك بقى استاذ ربيع، انت هنا دست على الوتر. هنا الفرق ما بين ان جزار او مقاول يبقى منتج، وما بين مبدع حقيقي زي الاستاذ محمد صبحي، قيمة حقيقية نفتخر كلنا بيها، يبقى هو المنتج. مم. المنتج لما يبقى مقاول او جزار هنشوف الافلام اللي حضرتك بتشوفها، الرقاصه ومعاها كام شاب بيرقصوا وكام افيه كده تهريج، والعمليه كلها تهريج في تهريج، ونلعب على غرائز الشباب وندمر في عقول. والله ده اسوأ من المخدرات، والله ده اسوأ من المخدرات. طيب يعني احنا مثلا كان عندنا تجارب مثلا حتى برضو الى عهد قريب، لما مثلا كان عندنا حاجه لعبد الله ونوس اللي هو الشاعر الكاتب السوري. سعد الله. سعد الله سعد ونوس، الله والنص. اللي هي طقوس الاشارات والتحولات، كانت على مسرح الدوله. والحقيقه برضو قيمه عاليه جدا 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 يعني، لا كانت لها قيمه فنيه. سعد الله والنوس واحد من كبار كتاب العرب، وواحد من كبار، وكان مرشح لنوبل وقيمة أدبية عالية جدا. مش بنتكلم احنا عن سوريا، ده احنا بنتكلم عن وطننا الكبير، الوطن العربي. ف ودي مشكلة تانية. احنا يعني بنقول في فرق بين إبداع حقيقي معمول من أجل الفن، أو حاجة معمولة من أجل تجاريا بقى، معمولة للسينما، لوجه السينما من الأول. إنما في حاجة بقى معمولة لوجه الفن، دي اللي هي دي بيبقى فيها نوع من الإخلاص
الشديد جدا لقدسية الفن ومحرابه. هذه الأعمال، ولذلك على فكرة شوف فيلم البوسطجي مثلا. البوسطجي يحيى حقي كاتب قصة قصيرة، وعلى فكرة تستمتع بالقصة أكتر من الفيلم كمان. أنا شخصيا استمتعت بالقصة أكتر. القصة أنا مش شايف أشخاص، فخيالي بقى طبعا بقى يعني غير مرتبط بالتحديد اللي جه في العمل بالظبط كده. وده يعني أين الأعمال الأدبية العظيمة؟ انتوا فين؟ وهل يعني مفيش يعني مبدعين؟ لا، في. وطبعا ما نحملش بقى المسألة على الجمهور عايز كده والجمهور لا لا كذا لا لا وكذا. يعني أنت تستطيع أن توجه الجمهور. أنت كفنان، وأنت يعني شغال في صناعة السينما، ولا تستطيع. والله انت شغال في صناعة الوجدان. انت الفكر. ليس لديك القدرة أن توجه الجمهور إلى ما فيه يعني الصلاح. زي الطبيب وهو المريض بتاعه ما بيتحسنش، يقول لك الصبي لا، طب ما توجهه صح. انت كطبيب المهنة بتاعكم بقى. لا يعني طيب الحقيقة برضو آخر حاجة نقولها إنه أم كلثوم في الغناء بتاع أم كلثوم هو مشروع خاص، عمل خاص. ورغم ذلك هذه الروائع الهائلة لأم كلثوم يعني طبعا كانت بتحقق أرباح مالية هائلة، ولكن شوف القيمة والذوق. يعني هو الكلام اللي قاله الأستاذ ماجد عبده أهو، إن أنا بربط بين الاثنين، القيمة الفنية والأدبية وأيضا في قيمة تجارية. ما هو القيمة جت إزاي؟ لابد ان نعود للرجل الوفد العظيم يونس القاضي اما مسك الرقابه. اما انا عارف الوفديه اصلا عامله معاك انت يعني ايه. يونس القاضي انا عارف انت شوف في كل مره لازم تديها، لازم تديها جمله وفد. لازم انا بشكركم شكرا جزيلا، شرفتونا في المقهى الثقافي. الناقد الادبي الكبير الدكتور خالد البوهي، والكاتب المسرحي الاستاذ ماجد عبده. اشكركم شكرا جزيلا، وايضا للساده المستمعين ارق تحيات الزميل محمد ندى من الهندسه الاذاعيه. حديث خاص يدور بينهم بدافع الاحترام. يختلفون نختلف. المقياس المعرفة والتفاهم، التقارب بين المسافات البعيدة. الأهم أن تنادي. في المقهى الثقافي ربيع السيسي لإذكاء الحوار.